السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ بتمنى تكونوا بألف خير. صلوا على النبي واكتبوا لنا في التعليقات الله الوهاب الرزاق، ربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا سعادة وراحة بال. تعالوا نعمل صينية فراخ بالبطاطس في الفرن بطريقة بسيطة خالص. فرمت بصلة كبيرة او ممكن اكتر، معلقة كبيرة توم مفروم، وعليهم ملح وفلفل وكمون، ونخلطهم مع بعض كده كويس. ودي التتبيلة اللي هنتبل بيها الفراخ، وكده هتاكلي احلى صينية فراخ. الطعم البسيط كده، طريقة طبخ أمهاتنا، الطريقة البسيطة الجميلة، الأكل كده اللي طعمه جميل كده ويفتح النفس. مهما عملنا طبعا مش هنعرف نوصل لطعم أكل أمهاتنا البسيط، مهما يعني لو عملوا حاجة بسيطة كده تحس إن هي طعمها يعني جميل. سبحان الله، أنا دايما بحس كده. الفراخ بقى طبعا غسلتها ونقعتها بالملح والليمون والطماطم. الطماطم بتقضي على اي زفاره، مستحيل تشملها ريحه زفاره. طبعا الفراخ او الصواني عموما يعني اللي في الفرن او اي اكل بيبقى ليه كذا طريقه. فانا بحب ان انا اجرب طرق كتيره، يعني ما بحبش ان انا اعتمد طريقه واحده في الاكل، لا بحب اجرب كذا طريقه. عملت فتحات كده عشان تسرع تسويتها، وكمان بدخل التتبيلة جواها كده عشان طبعا تحسي كده ان هي مطعمة كويس، وتحت الجلد زي ما انت شايفة كده، وبتبلها كويس. وبعد كده لو قدامك وقت ممكن تسيبيها شوية في التتبيلة ديت، او ممكن تحطوها في الفرن على طول. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اهم حاجة بقى كده وانت بتتبلي اي فراخ، تدعكي الفراخ كده في التتبيلة حلو، وتدخليها تحت الجلد، وتخلي الفراخ كده متشربة التتبيلة، مش ترشيها على الوش كده وخلاص، لا. هنا حسيتها عايزة شوية ملح، حطيت لها ملح. وعصير الطماطم حطيت فيه حوالي ربع معلقة سكر كده عشان الحموضة. اي طماطم حط فيها شوية سكر، اي صلصة اي طماطم. هنا بقى البطاطس ممكن تعمليها اي خضار انت حباه، بسلة كوسة، ممكن خضار مشكل اللي تحبيه. حطي بقى البطاطس كده معاها، وبعد كده وكمان كنت حطيت معلقتين زيت على الفراخ. انزلي بقى كده بعصير الطماطم، وممكن تقللي الطماطم لو بتحبيها ناشفة، بس انا زودتها شوية علشان هتتاكل مع الرز. بحط كده كمان 3 4 معالق زيت على وش الصينية، وبدخلها بقى الفرن كده ومع نفسها لغاية ما تستوي. طبعا لو حسيتي ان هي نشفت شوية او بعد ما تتسبك، يعني ممكن تزوديها كوباية مية او كوبايتين وتكمل سواها عادي. كل مرة بتعملي فيها اكل حاولي تجربي طريقة مختلفة عن التانية. دي كده بعد ما طلعت من الفرن طبعا تقدري تحمريها زي ما بتحبي، لو بتحبيها متحمرة قوي او متحمرة خفيف. شايفين طريقة بسيطة وطعمها جميل، وطعمها مش متغير. البهارات اللي حطيناها مش مغطية على طعم الأكل. ما بحبش أنا الأكل اللي أحس فيه بطعم البهار أكتر من الأكلة ذات نفسها. الفراخ مستوية والبطاطس دايبة، ويا سلام بقى لو قطعت كده عليها قرن فلفل حار، يا سلام. بتمنى تكون الوصفة البسيطة دي عجبتكم. لايك واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، ومع السلامة.